لكل الناس بقى اللي عايزة تشتري عربية زيرو اوتوماتيك، ابعد خالص 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 عن البي واي دي الاوتوماتيك. محدش عاقل يركب صيني اوتوماتيك من الاخر. ولو هتركب صيني اوتوماتيك في حاجات معينة، في الام جي 6، الام جي 5، الام جي زد اس، الاريزو بعد ما عملوا مشكلة الفتيس بتاعتها. لكن بي واي دي اوتوماتيك لحد يومنا هذا لا. هتركب بي واي دي زيرو وهتدفع قسط ومش عارف القسط دلوقتي بقى ب 10000 و12000 و15000 في الشهر. فانت هتجيب عربيه صيني زيرو، ما تجيبش اوتوماتيك بنسبه كبيره، هيعمل معاك مشاكل. اعرف ناس كتير جابوا بي واي دي موديل السنه وبيغيروا فتيس وعربيه ماشيه 10000 و15000 و12000 كيلو، يعني عربيه لسه ما مشيتش بتقول يا هادي والفتيس بتاعها باظ. فلو هتجيب بي واي دي تجيبها مانوال، او لو هتجيب اي عربيه صيني تشغلها هاتها مانوال، ما تجيبش اوتوماتيك غير للاستعمال الشخصي بنسبه كبيره يعني. او لو هتجيب بقى عربيه مستعمله بنفس الثمن، وده اللي انا افضله. يعني انت لو هتروح تجيب بي واي دي ب 600 الف جنيه ولا ب 650 الف جنيه موديل السنه اوتوماتيك، لا، روح هات الانترا 2015 2016 او كيا سيراتو 2015 او 2016 او كورولا 13 14 او مثلا مازدا 3. في عربيات كتير قوي، او نيسان سنترا 2015 2016 اوتوماتيك، وهتبقى حالتها كويسه وهيبقى عددها قليل وممكن احتمال كبير تبقى فابريكا بره وجوه، وهتريحك جدا. عربيه قطع غيارها موجوده، قطع غيارها موجوده جديده واستيراد وكل حاجه، واحسن بكتير من ان انت تركب صيني اوتوماتيك. عايز تجيب زيرو هيبقى مانوال، غير كده ما تجيبش اوتوماتيك صيني ابدا.